أصالة المالح زوجة أنس مروى تبلغ من العمر 25 عاما، وهي حامل في طفلها الثاني، وهي حامل بصبي كما عرفنا سابقا، وتم الإعلان عنه على برج خليفة الشهر الماضي، وهي في شهرها الثامن، ونتمنى لها أن تكمل حملها على خير وسلامة. أنجبت أصالة ابنتها البكر ميلا في كندا في 14/2/2018 ميلادي، وهي في عامها الثاني. في تاريخ 14/2/2021 تصبح ميلا 3 سنوات. شو يا ترى رح تسمي ابنها؟ زوجها أنس حابب يسميه على اسم أبوه هشام احتراما لوالده وتقديرا له، وفي عاداتنا العربية إنه الشاب لما يتزوج بيسمي ابنه الكبير على اسم والده محبة وتقدير له، ولم يستقر حتى الآن على اسم معين، وعمل قرعة حتى يختار اسم لابنه لأنه في حيرة من أمره. وأعلى نسبة نقاط كانت لاسم مالك وهشام. هل سيختار اسم هشام أو مالك كما تريد أصالة؟ هذا ما سيعلنا عنه أنس وأصالة في فيديوهاتهم القادمة. أصالة الآن في بداية الشهر الثامن وتعاني من الثقل بسبب الحمل، وهذا شيء طبيعي تعاني منه أي سيدة في أشهر الحمل الأخيرة. وأصالة سوف تضع مولودها الذكر في نهاية شهر ديسمبر القادم أو في بداية شهر يناير من السنة القادمة سنة 2021 ميلادي، وموعد الولادة بالتحديد لا يعلم به إلا الله وحده. ونتمنى لأصالة أن تقوم سالمة هي والبيبي وتشوفوا على خير وسلامة يا رب العالمين، ونتمنى لها تمام الصحة والعافية، وأن تأتي هي والبيبي بصحة وعافية. كلكم ادعوا لأصالة تقوم بالصحة والسلامة.